السلام عليكم يا حبايبي. أنا أماني محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل المحوجة أو اللقمة الصفراء أو اللقمة الخضراء زي ما بتسموها، حلوة قوي في الجو البرد ده. هنعملها بمقادير مظبوطة، هتكون مقرمشة وهشة ودايبة كمان. يلا بينا، اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وما ننساش ندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم، ونقول بسم الله ونبدأ الطريقة مع بعض. هستعمل دقيق لجميع الاستخدامات. انا هعمل كيلو من الدقيق، انتي لو حابة تعملي نص كيلو اعملي نص المقادير اللي هقولك عليها. هنخل الدقيق بتاعي وهنزل عليه برشة بسيطة قوي من الملح، حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح. هنزل عليهم بكوبايتين من السكر البودرة، والسكر ده انا طحناه بمطحنة الخلاط، يبقى كده معانا كوبايتين من السكر البودرة. انزل عليهم بكوباية ممسوحة من جوز الهند، وممكن تخليها نص كوباية بس زي ما تحبي، وممكن تستغني عنها كمان، بس انا الحقيقة بحب طعم جوز الهند علشان كده انا بضيف كوباية كاملة. وهنزل كمان ب3/4 كوباية من السمسم المحمص، وانا كمان اديت له تسخينة كده في الطاسة على النار قبل ما استعمله. نزلت كمان بنص كوباية من حبة البركة، وهنزل عليهم بكيس من الفانيليا، وعليهم كمان كيس من البيكنج باودر. وهنزل بقى عليهم بالتحويجة اللي بجيبها من عند العطار، فيه ناس بتسميها القرطاس، وهي بتكون عبارة عن حلبة مستوردة مطحونة، وبيخلطوا عليها شوية مكونات بنسب معينة زي مثلا المغات والمحلب واليانسون والقرفة والقرنفل والكركم، والمكونات دي مع بعضها بتدي طعم وريحة جبارة. أنا ضفت كوباية من التحويجة بتاعتنا، والمقادير بتاعتنا بنفس الكوباية. هنقلب الخلطة السحرية اللي عملناها مع بعض دي كلها بقى. الله عليها الله عليها يا ولاد، ريحتها تحفة، ولسه بقى جمال الريحة هيبان. تابعوني بس كده. كمان بنفس الكوباية بتاعتنا هعاير كوباية من السمنة، وأنا هنا استعملت سمنة بلدي. استعملي أي نوع تفضليه، ولكن السمن البلدي بيخلي طعمها وريحتها حاجة تانية خالص. والسمنة هنا بدرجة حرارة المكان، لكن طبعا الجو برد علشان كده السمنة جامدة شوية. هنزل عليها بكوباية من الزيت، وهاخد الحلة وارفعها على النار على البوتاجاز. أنا عايزة السمنة تسيح والخليط يسخن معايا، بس أنا مش عايزاهم مقدوحين، أنا عايزاهم يكونوا سخنين بس. بعد كده هاخد الدقيق واعمل حفرة في نص الدقيق بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا، وهنزل بالزيت والسمنة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. هما هنا مش مقدوحين على فكرة، هو سخن بس. انا هديله تقليبة بسيطة بالمعلقة، وهبدأ ابسه بايدي لان درجة حرارته مش عالية زي ما انت متخيلة. تمام، حلو قوي كده. المعلقة بتاعتنا شكرا، وهنحطها على جنب، ونبس بقى المكونات دي كلها مع بعضها. فيه ناس بتعملها على البارد، لكن السمنة السخنة والزيت السخن بيظهروا جمال ريحة وطعم المكونات اللي ضفناها، وكمان مدة الصلاحية بتاعت المحوجة بتاعتنا بتبقى أطول كمان. بعد ما نبس المحوجة بتاعتنا شوية كده حلوين، هنزل عليها بنص كوباية من العسل الأسود، ونقلب بقى كويس جدا، ونشم الريحة بقى واحنا شغالين. عايزة اقولك ريحتها قبل ما تدخليها الفرن كمان ريحتها خطيرة خطيرة. هنقلب بقى كويس جدا، ونغلف كل الحبيبات بتاعتنا بالعسل والمكونات اللي ضفناها. بعد كده هجيب شوية في ايدي واضغط عليهم بالشكل ده، هلاقيها بمجرد ما اضغط عليها تفك وتفرفط من بعضها بالشكل ده، يبقى هي كده محتاجة زيت. هنزل عليها بنص كوباية من الزيت، وبعدين اختبر القوام بتاعها. وخلي بالك المحوجة ما بتبقاش عايزة عجن، هي بس مجرد محتاجة تتلم. هنقلب الزيت فيها ونبسها دقيقتين 3 كمان، وتعالي بقى ناخد شوية في ايدنا ونختبرهم. اضغط عليهم بايدي مش بيفكوا بسهولة، يبقى هي كده تمام، مش محتاجة زيت تاني. كده تبقى المحوجة جاهزة معانا. ومعايا صينية ألمونيوم ودهنها بالزيت، وهنزل فيها بنص الخليط بتاعنا. انا مش عايزاها تكون تخينة قوي، انا بحبها تكون رقيقة شوية، بحس انها بتكون احلى وانتي بتاكليها. هنوزع المحوجة بتاعتنا بقى في الصينية، وعلى قد ما نقدر نخليها كلها سمك واحد. بعد ما وزعت المحوجة بتاعتنا، وقبل ما اضغط عليها علشان اسويها، معايا شوية من السمسم وحبة البركة هرشهم على وش المحوجة بتاعتنا، وبعد كده اضغط بايدي علشان اسوي سطح الصينية بتاعتنا. على فكرة لون المحوجة بيميل للون الاخضر، لكن مش عارفة الكاميرا جايباه لونه فوسفوري، ما علينا.
هنجيب النشابة الصغيرة بتاعتنا ونمشي بيها على وش الصينية بالشكل ده كده، يبقى ثبتنا السمسم وحبة البركة، وكمان السطح بقى مستوي ومنتظم معانا. كيلو الدقيق عمل معايا صينيتين الحجم اللي انت شايفاه معايا ده، وما شاء الله ادولي كمية حلوة قوي. انت ممكن تعملي نص المقادير حسب احتياجك. هنقطع المحوجة بتاعتنا الاحجام اللي نحبها ودخليها فرن سخن على درجة حرارة 160. هي بتحتاج لدرجة حرارة هادية، هتقعد من 40 ل 45 دقيقة في الفرن. أنا حطيتها على الرف التاني من تحت في فرن البوتاجاز عندي. أعرف منين إنها استوت؟ بفتح عليها الفرن ولاقي المحوجة بتاعتنا أخدت لون من جوانب الصينية، ففتحت الشواية لمدة دقيقتين ولفيت الصواني تحت الشواية وقفلت عليها النار وطلعتها من الفرن. ولازم بعد ما نطلع الصينية من الفرن نعيد على تقطيع الصينية من تاني وهي لسه سخنة، وسيبيها في الصينية وما تحاوليش تطلعي منها وهي سخنة لأنها بتكون في الوقت ده دايبة جدا. سيبيها لمدة ساعة أو ساعتين، وبعد كده بقى اتفرجي على الجمال والتسوية من فوق ومن تحت. ما شاء الله متماسكة ومقرمشة وهشة جدا كمان. ما شاء الله الصينيتين عملوا معايا الكمية دي ولسه معايا كمان شوية في الصينية. واحفظيها بقى في كيس في علبة محكمة الغلق علشان تفضل مقرمشة معاكي يا ست الكل. وافتكريني بدعوة حلوة، لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس، ورجاء دعواتكم لوالدتي بالشفاء. والسلام عليكم.